السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم من جديد من جلسة حوار من صدى المضمار، واليوم معنا ضيفين غنيين عن التعريف من ولاية سمايل، من قرية هيل الفاضل عبد الله بن سعيد القابري، وكذلك الفاضل خليل بن سيف الحضرمي. فرحب بكم. اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بصدى المضمار الاعلامي. اهلا وسهلا فيكم. من خلال جلستنا راح نتعرف اكثر على الضيفين، وكذلك راح نتكلم معاهم عن مسيرتهم الكرويه بولايه سمايل. طبعا اوجه لك سؤال يا ابو ماجد، ايش تعني لك ولايه سمايل وبالذات قريه هيل؟ ولايه سمايل تعني لي الكثير، هي ولايتي في الاول والاخير، وانا اعتز بولايتي وكذلك اعتز بقريه هيل التي تربيت فيها وترعرعت منذ طفولتي. طبعا ولايه سمايل تعلمت منذ الصغر في مدرسه مازن بن غضوبه، والحمد لله رب العالمين حتى دخولي للعمل في سنة 80. أعتز ببلدي ووطني سمايل وعمان بأكملها بإذن الله. بارك الله فيك. أيضا حدثني يا أبو ماجد، متى بدأت ممارسة كرة القدم وأي فريق كنت منضم إليه؟ بدأت ممارسة كرة القدم منذ طفولتي في المدرسة، وبعدها في فريق الشباب الذي تأسس فريق الشباب في 1976. ما شاء الله. زين. وكنت أحد اللاعبين في ذاك الوقت، وكنت ألعب في مركز الدفاع. فكان فريق هيل فقط؟ فعلا كان فريق، احنا في منطقة هيل كان عندنا فريق واحد اللي هو فريق هيل، لكن بعد فترة طويلة زين طبعا بكثر عدد اللاعبين والاعضاء الاداريين، ارتأى الاخوه بعض الاخوه انه بانشاء فريق هيل. وفريق هيل هو جزء لا يتجزأ من فريق الشباب، وفريق الشباب هو جزء من فريق هيل لا يتجزأ. احنا نعتبر نفسنا فريق واحد والحمد لله. الحمد لله. ابو ماجد، بعد حدثني لاعبين ما زال في ذاكرتك ولعبت معاهم. والله مروا على فريق الشباب عدة أجيال من اللاعبين. أتذكر منهم لاعبين قدامى الذين برزوا في فريق الشباب، منهم لاعبين مخضرمين كانوا أمثال حمد بن سالم المدفع الملقب بالمدفع، الأخ محمود بن محمد بن ناصر القابري، في عندك الحارس المتألق دائما الملقب بالعميد حمد بن سالم بن حمد القابري، وربيع بن مرزوق القابري الحارس الثاني للفريق، وخلفان بن سيف الحضرمي. وبعدها جاءوا أجيال أخرى من ولعبت معهم مثل سعيد بن سالم بن حميد القابري، وأشرف بن سالم وخلفان القابري، وطبعا نبيل بن خميس القابري الغني عن التعريف. وبعض اللاعبين هذول اللي ذكرتهم امثال حمد بن سالم المدفع ومحمود بن محمد بن ناصر القابري، هذول لعبوا في فريق الاتحاد اللي هو فريق اللي حاليا فريق المازن. زين. وهذول لعبوا في نادي سمايل ومثلوا نادي سمايل، وبعضهم حتى الأخ الحارس مثل نادي سمايل، وبعض الأخوة اللاعبين الآخرين الذين مثلوا نادي سمايل لعبوا لنادي سمايل. زين، بسألك من خلال ماضيك الجميل والذكريات القديمة، كانت من أفضل لاعب كان ذيك الأيام؟ والله كان بالنسبة لنا أنا أفضل لاعب هو الملقب حمد سالم بن سليمان الملقب بالمدفع. وأيضا نوجه سؤال لضيفنا الثاني خليل، حدثنا أيضا متى التحقت بنادي سمايل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التحقت بنادي سمايل تقريبا في 1997 المراحل السنية، طبعا كان ناشئين. ومن كان مدرب في النادي سمايل ذيك الوقت؟ والله الفترة اللي التحقت فيها كان محمود الغطريفي، وبعدها جاء في واحد صالح زنقباري تقريبا. ما شاء الله. أيضا حدثني أي نادي التحقت فيه أول شيء كان في مشوارك الرياضي،
وكم نادي لعبت فيهم؟ والله التحقت طبعا بديت من المراحل السنيه في نادي السمايل لحد 2006، يعني من المراحل السنيه للناشئين الى الشباب للفريق الاول. طبعا انتقلت في 2006 الفتره الثانيه لنادي عمان. خليل سيف، هل الاحتراف في الأندية العمانية يغنيك عن الوظيفة سواء في حكومة أو في قطاع خاص؟ والله ما توقعت صراحه، لازم يعني الرياضه عندنا بشكل عام في السلطنه يعني محتاج لها كثير صراحه. يعني اول شيء نطبق الاحتراف كثير. على سبيل المثال اقرب دول الامارات، قطر، السعوديه، طبعا الخليج هذا دوري مختلف عن السلطنه بكثير، يعني مراحل. عندهم تفريغ، عندهم يعني كثير اشياء. فاعتقد عندنا لازم تكون في وظيفتك. ما ما اشجع طبعا تخلي وظيفتك وتروح للكره بس. خليل سيف، من خلال طبعا مشوارك الرياضي ومسيرتك الكروية من خلال 27 سنة، من كان أفضل اللاعبين اللي مروا من خلاله؟ والله لاعبين كثير صراحه، يعني مثل عادل كبريت، محمود زايد، ابراهيم خلفان. كثير لاعبين صراحه ما يحضرون، لكن ما شاء الله كان كثير لاعبين. والحراس؟ حراس عدنان رواحي، ابو علي، كان حسن، كثير صراحه. بدر، والله ما يحضرون، بس ما شاء الله كثير لاعبين. ما شاء الله عليك. كابتن خليل، أيضا حدثنا ما هي إنجازاتك الكروية في مسيرتك الرياضية سواء في نادي سمايل أو في نادي عمان أو أيضا في فريق هيل؟ والله كثير انجازات الحمد لله. يعني يمكن فريق هيل وصلنا 26 نهائي، ما شاء الله. حصلنا على 19 لقب، ما شاء الله. و7 وصيف اعتقد. بالنسبه لنادي سمايل اتذكر تقريبا لقبين، دوري الدرجه الاولى 2017 وكان في دور الجامعات تقريبا سنه 2004 اتوقع كذا. اما بالنسبه لنادي عمان كان دور الدرجه الاولى نفس الشيء 2007 تقريبا، 2007. اما بالنسبه للفرق الثانيه طبعا شاركت مع فرق ثانيه مثل فريق غلا، حصلت لقبين. ما شاء الله. دورات مثل الفيديو لقب، ودور الشركات لقبين. يعني هذا اللي يحضرني. ما شاء الله ما شاء الله، مسيرة قوية ومسيرة كبيرة. كابتن خليل، أيضا حاجة تتمناها من نادي سمايل ولن تتحقق لحد الآن؟ والله تمنيات كثيرة لنادي سمايل. أتمنى أن يصعد دوري عمان تل اللي حاولنا فيه كثير وكنا قريبين، لكن نقول الحمد لله. أتوقع هذا الجيل إن شاء الله قادر يكمل المسيرة، وهي مسألة حظ إن شاء الله بإذن الله تعالى. وأنا أتوقع إن شاء الله نادي سمايل راح يكون في دوري عمان تل إن شاء الله. إن شاء الله كلنا نتمنى إن شاء الله تعالى. كابتن أبو ماجد، ما شاء الله عليك، أنت من المخضرمين في ولاية سمايل وعاصرت الجيل اللي هو جيل الزمان الجميل، وأيضا لحد الحين الشباب. ما سبب عزوف الفرق من المشاركة في البطولات التي نظمها نادي سمايل؟ بصراحة سبب عزوف الفرق عن المشاركة هي تخبطات وقرارات إدارة النادي، لأن للأسف الشديد في قراراتهم في كثير من التخبطات للأسف الشديد. هم ليس يمشوا على هواهم للأسف الشديد، وليس على لوائح تنظيمية. هم فقط لما يريدوا يقيموا ببطولات يطلعون بوسترات، يوجهون لنا بوسترات، وما في لوائح تنظيمية، وما في يعني نفس الشيء مثل ما تقول تنظيم البطولات، يعني ليست على المستوى على مستوى الفرق. لأن هناك فرق الحمد لله، في فرق في ولاية سمايل فرق عريقة جدا، وفرق لها صيتها وسمعتها،
وفرق ما شاء الله لها بطولات وإنجازات كثيرة يعني. ولكن لما تجي حل البطولة وتجي للنهائيات، للأسف البطولات يعني النهائيات يعني ما تليق بمستوى الفرق يعني الواصلة للنهائيات. يعني هو سوء تنظيم للأسف. لأننا للأسف أنا أقول لكم إياها بصريح العبارة، لأن احنا في ولاية سمايل وخاصة في نادي سمايل زين عندنا تكتلات وتحزبات. يعني كل حد متحزب لمجموعة، يعني ما جايين يد واحدة، ما جايين على يد واحدة، ولا نخدم المصلحة العامة للأسف الشديد. كل حد يخدم شخص. بعض الأخوة يعني الإداريين هم يخدموا مصالحهم الخاصة ومصالح فرقهم بشكل خاص يعني. يوجد فرق في ولاية سمايل نظمت بطولات، عدة بطولات، وأنا كنت من المتابعين والحريصين على متابعة البطولات سواء على مستوى النادي أو على مستوى الفرق المنظمة للبطولات. ولاحظت أن مستوى التنظيم على مستوى الفرق يعني مستوى جدا راقي ومميز. يعني الحين الفرق الأهلية هل تنظيمها أفضل من النادي؟ فعلا الفرق الأهلية تنظم المسابقات الكروية أفضل من نادي سمايل. كابتن أبو ماجد، شيء تتمناه من نادي سمايل أنه يتحقق وش هو؟ والله أتمنى أن نرى إدارة قوية تراعي أول شيء مصلحة النادي ومصلحة الولاية، ورفع نادي سمايل إلى منصات التتويج وإلى دوري عمان تل. نريد نشوف إدارة قادرة أن تحقق لنا الحلم للوصول إلى منصات التتويج وإلى دوري عمان تل. نريد إدارة عندها المقدرة باستجذاب الاستثمارات لنادي سمايل. هناك يوجد أراضي في ملك لنادي سمايل للأسف غير يعني مستغلة. في الماضي كونوا لجنة استثمار للأسف ما شفنا منها شيء يعني زين، فما أعرف وين ذهبت هذه اللجنة. نتمنى أن تكون إدارة قوية تبحث عن مصدر دخل غير الدخل اللي هو من الحكومة أو الدعم الحكومي. نتمنى أن هناك استثمارات، لأن الفريق ما ممكن زين يكون يعني تصعد فريق أو ترتقي بنادي إلى مستويات عليا بدون عندك الموارد المالية الكافية. مشاهدينا الكرام، نختم جلسة الحوار ونشكر الكابتن أبو ماجد وكذلك الكابتن خليل سيف. فكلمة توجهها لمن؟ والله إذا كلمة وكلمة حق أوجهها إلى صدى المضمار الإعلامي. جزاك الله. وعلى القائمين على صدى المضمار الإعلامي سواء إداريين أو إعلاميين، بأمانة يعني أتمنى أنه يعني ليست مجاملة إنما هي حقيقة. أتمنى أن يكون صدى المضمار هو الذي يقوم بتغطية البطولات في نادي سمايل والفرق والبطولات التي تقيمها الفرق الأهلية. الحمد لله، جزاكم الله خير، ما قصرتوا على هذا اللقاء الطيب، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى، وجزاكم الله خير مرة ثانية ومشكورين.